سلام. السايكو دنتال وعلاقته بالشفاء من الأمراض، والفيديو ده أو يعني التوبيك ده يمكن مش هيكفيه فيديو واحد، لكن خليني أديلك فكرة سريعة كده. ودي من الحاجات اللي أنا لما بتكلم فيها عيني بتنور أو بحس بأنرجي غريبة كده وأنا بقول إن في حاجة ممكن تخلي جسمنا يهيل نفسه بنفسه. فمرة كان عندي كونسبت أو طلع في دماغي فكرة، هو إيه اللي ما يخليناش قادرين ما نحتاجش أصلا لدكتور سنان؟ يعني ايه؟ هو انت مش دكتورة سنان؟ انا دكتورة سنان ومصدر اكل او جزء من مصدر رزقي هو من طب الاسنان ايا كان بقى شكله عامل ازاي. لكن هل في حاجة ممكن تخلينا كناس كبشر عاديين ما نحتاجش نروح لدكتور سنان؟ السؤال ده كان دايما بيدور في بالي بشكل كبير جدا. انا النهارده 37 سنة ما رحتش لدكتور سنان خالص بفضل ربنا، اشكرك يا رب. لكن عندي ضرس مسوس من 2011. وقتها كان جوزي دكتور سنان وكنت بقول له اعمله لي، فلظروف ما عملتوش، ولحد دلوقتي الضرس زي ما هو، ما حصلش فيه اي مشكله، التسوس ما زادش. من حين لاخر كل كام سنه ممكن يوجع مره بسيطه، وما احتجتش ان انا لا اعمل له فالنج ولا اعمل له اندو ولا اعمل له اي حاجه، ولا الموضوع زاد او تفاقم. فبدات اسال نفسي هو ايه اللي ممكن يخلينا قادرين على ان احنا نكنترول البين او نكنترول الديزيز اللي موجود زي دنتال كارث مثلا. اوقات كان بيطلع لي باكت هنا وبعدين بعد فتره الباكت يروح. اوقات كنت بصحى من النوم الاقي ايه لون سناني اغمق شويه، اغسله بالفرشه لسه غامق، في حين ان يعدي الفتره اللي انا فيها دي والاقي لون سناني رجع لوضعه الطبيعي تاني. حاجات كتيره ما كنتش بلاقي لها تفسيرات. حاجه زي الارستد كارث اللي موجوده عندنا في الكتب اللي بيتقال ان هي ليها علاقه بالاميون سيستم بتاع الجسم وقدرته على ستوبينج البروجريشن بتاع الكارث. ويمكن عملت في ده بحث نشرته في المؤتمر الاسيوي السادس اللي كان في شهر فبراير، وكانت النتيجه اللي طلعت بيها من البحث ده اللي قعد مدته السنة بختبر فيه الحاجات أو العلاقات ما بين الإيموشنز وما بين الديزيز بروجريشن رهيبة جدا. الموضوع بدأ منين؟ الموضوع بدأ من سنتين لما سمعت عن حاجة اسمها الطب الشعوري التصنيفي، أو علاقة الإيموشنز بالأمراض، أو علاقة الجسم بنفسه. إزاي يكون عندي القدرة أني يبقى في لينك ما بيني وما بين جسمي عن طريق مشاعري، فيا إما أكتيفيت إميون ريسبونس معين يخليني كويس، يا إما أدي أكتيفيت الإميون ريسبونس فيحصل عندي الديزيز. بدأت أتعلم كتير جدا 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 عن الإيموشنز. بدأت أعرف إيه هي الإيموشنز اللي ليها علاقة بأجزاء الجسم المختلفة. عمرك كنت تصدق مثلا إن البني آدمين اللي بيوجعهم ظهرهم بشكل كبير أو بشكل كرونيك أو عندهم مشاكل في انزلاقات الغضاريف أو زحزحة الفقرات، هم عندهم إيموشنز ليها علاقة بالسبورت، بالدعم؟ قد يكونوا حاسين إن هم مش لاقيين الدعم والسند من حد ما. كل المشاكل اللي ليها علاقة بفكرة السبورت لو تم هيكلتها بشكل ايموشنال هتؤدي لمشاكل في فقرات الظهر على اختلاف الليفلز بتاعتها. ومن هنا سألت نفسي هو ايه المشاعر اللي ليها علاقة بالفم والأسنان؟ البق ده هو أصلا وظيفته عاملة ازاي؟ وفي الكاتيجوريكال ميديسن درسنا ان كل جزء من جسم الإنسان هو ليه وظيفة معينة وليه شعور معين. دكتور أحمد الدملاوي كان دايما بيقول لنا إن الكائن البشري هو عبارة عن شعور طلع له جسم، مش العكس، مش بني آدم وعنده مشاعر، إحنا عبارة عن مشاعر طلع لها جسم. فكل نوع من أنواع الخلايا اللي موجودة في شعور مسؤول عنها. أي unbalance في الشعور هنا هيوازيه unbalance في الخلية دي أو في التيشو ده أو في النسيج ده أو في العضو ده. ومن هنا بدأت أتعرف أكتر على نوعية المشاعر، وبدأت إزاي أدرس أتعامل معاها وأعمل لها بالانس بشكل كويس، علشان أنقل العملاء بتوعي من إن هم عندهم مشاكل جسدية أو مشاكل في أسنانهم أو حاجة كرونيك مش عارفين يتخلصوا منها أو فشل في الإجراءات اللي بتجيلهم في أسنانهم بعد ما بيروحوا لدكاترة كبار، لأن هم يوصلوا للحالة الستيبل البالانسد ستيت بتاعة جسمهم اللي تخليهم قادرين يحسوا إن هم مرتاحين مبسوطين، والأهم من كل ده مش محتاجين دكتور السنان. نيجي هنا للسؤال المهم، هل أنا كبني آدم أقدر أكنترول ماي إيموشنز؟ الإجابة لا. إحنا كائنات لم تخلق للتحكم، إحنا كائنات خلقت للإدارة. فأنا أقدر أدير الإيموشنز بتاعتي، أقدر لما يجيلي إيموشن أكون منتبه ليها، أكون قادر أنتبه ليها، مش بس بغضب وخلاص، مش بس بحزن وخلاص، مش بس بفرح بشكل كبير وخلاص، أنا منتبه إن أنا في اللحظة دي عندي الشعور الفلاني. وبالانتباه بس عالجنا حالات كتيرة جدا كانت عندها أمراض قد تصل
لسرطانات لحد ما وصلت إن التحاليل بتاعتهم بقت بتتحسن بشكل كبير جدا، والدكاترة مش لاقيين سبب للتحسن ده. فببدأ بعد الانتباه أبدأ أسأل نفسي المشاعر دي جات لي ليه؟ إيه الفكرة اللي جوايا خلت المشاعر دي تظهر؟ هل لو في حد مر بنفس الموقف هيجيله نفس الشعور؟ لو لأ يبقى أنا في حاجة ناقصاني، أبدأ أدور على الحاجة دي ومنها أرجع تاني للسلف ديفلوبمنت. وقت ما بيحصل ده جسم بيبدأ يبقى أوير لأن في نوع من أنواع البالانس لازم يعمله. أول ما البالانس ده بيحصل المرض اللي موجود أو العرض اللي موجود بيختفي تمام. وهكذا قيس على كده تسوس الأسنان، الجيوب، انحسار اللثة، البون ريزوربشن، البليدنج المستمر، الداركنس اللي في السنان، الستين، كل أنواع الحاجات اللي ممكن يتعرض ليها أي شخص مجرد ما يفهم الايموشنز اللي خلت الحاجة دي تحصل ويتعلم يعمل لها بالانس، هو مش هيكون محتاج لدكتور أسنان. من وجهة نظري السايكودنتال ثيرابي في الحتة دي بالذات هي قادرة لو طورناها بشكل كبير وبقى عندنا جيل كامل من دكاترة الأسنان بيتعاملوا بيها، قادرين على إن احنا نتغلب تماما على فكرة المهنة التقليدية لدكاترة الأسنان، على فكرة إن أنا لازم أشتري خامات ولازم أبرد سنان ولازم أعمل ولازم أعمل. هل معناها إن مهنة طب الأسنان بالشكل التقليدي هتنقرض؟ لا، لأن فكرة السايكودنتال ثيرابي إن أنا أعالج الإيموشنز فيعالج العرض قد يكون ليها ليميتيشنز لحد دلوقتي، لأن لو حصل تسوس ما الإيموشنز لما أعالجها ممكن توقف لي تسوس عند حد وما يروحش للبلب، لكن مش هتصلح لي الكافيتي، مش هيتبنى سنة جديدة مكانها. لو السنة اتخلعت مش هتطلع لي سنة مكانها. لحد دلوقتي معرفش قدام ممكن يطلع إيه أو التطور في العلم ممكن يوصلنا لإيه. فلو أنت شايف إن فكرة السايكودنتال ثيرابي بالذات مختلفة بالنسبة لك، خلينا ندور فيها أكتر. خلينا يبقى عندنا جيل جديد من دكاترة الأسنان عندهم المبدأ بتاع إن ربنا خلانا كاملين مش محتاجين لأي حد من بره، اداني القدرة على إن أنا أصلح نفسي بنفسي حتى لو حصل فيها مشاكل. مجرد ما برجع لها تاني هي اوريدي بروجرامد جواها الحاجة ازاي تتصلح وترجع للشكل الأحسن. أتمنى يكون الموضوع ده انترستنج بالنسبة لك زي ما هو بالنسبة لي، ويلا بينا على الفيديو اللي جاي اللي هنتكلم فيه على علاقة السايكودنتال بالبزنس.